أهلا وسهلا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نحضروا حويجة هكا للسهرية، بنة تونسية أصيلة نعملوها هكا برشا في رمضان. خبزة البي ولا خبزة الفيكية بطريقة سهلة وبسيطة. يلا تابعوني نشوفوا مع بعضنا كيف باش نحضروا غصتنا إن شاء الله لليوم. نبداو بسم الله. اول حاجه باش نحضروها هي الشحور، سهل وبسيط. الكاس هذاك باش يتبعنا لاخر الوصفه. دونك باش ناخذ كاس سكر، كاس ماء، ترانش تاع كعبه قارص، نخليوهم يغليو مده 10 دقائق ونطفيو عليه. لازم يبدا خفيف، ما يبداش رزين الشحور نتاع خبز الفاكهه. توا باش نكيلو بنفس الكاس هذاك كاس عظم، كاس سكر، كاس زبده، كاس فاكهه. انا خذيت بيستاشيو ولوز ونوازيت، وكاس فرينه. دونك اول حاجه بديت بها هي كاس العظم مع كاس السكر مع ساشي سكر فاني 7 غرامات. الكاس هذاك كيلت بيه جاو 3 كعبات عظم. انتم تاخذوا نفس الكيله وتحطوا فيها كعيبات العظم. انتم وشنو مش طايح لكم 3 4، المفيد نفس الكيله. توا بعد ما ركضت مليح مليح العظم والسكر وطلع الخليط نتاعي، باش نزيد هكا بشويه بشويه زبده. انا خذيت زبده حيوانيه ذوبتها، وانتم تنجموا تزيدوا حتى المارغرين عادي. بعد ما توا ما خلطت الزبده معك العظم، توا باش نزيد الكاس الفرينه نغربلو، وباش نزيد عليه مغرفه صغيره من خميره الحلويات. فوالا. نزيدو توا كاس الفاكهه، وناخذ سباتول ونحركو هكا بشويه بشويه. وفي المرحلة هذه الفور حليته على 180 درجة من الفوق ومن اللوطة. من باري في ساعة تحضر، ريحتها تفوح في الدار مش نورمال، وبالحق بنينة بنينة تعمل الكيف. توا باش ناخذوا المول. عندي لهنا المول هذه متاع التاخت، دهنتها بالكدا بالكدا بالزبدة. ماذا بيكم المول متاعكم يا تفرشوا هكا بابي كويسون تحت الخبز الفاكهة، يا تعملوا كيما ما عملتينا بالزبدة والفارينة. توا باش نحطوا الخليط متاعنا. ما بقى لنا توا كان باش نحطوها في الفور، وهذه النتيجة ما شاء الله حاجة تعمل الكيف. توا خليتها هكا بردت شوية، خذيت الطبق اللي باش نحط فيه وباش نقلب فيه خبزة الفاكهة بطريقة سهلة وبسيطة. نحيو توا المول. هاكا حبيت نوريكم القشره هذيك، معناها مش معناها تهلكت ولا حاجه. القشره نتاع الخبز الفاكهه من اللوطه. كانش قلت لكم تدهنوا مليح مليح المول نتاعكم وترشوا فرينه، سينون دو بريفيرونس في القاع تحطوا بابي كويسون باش هكاك ما يصير لها شيء. كيما تشوفوا هكا قلبتها في الصحن وحطيتها بطريقه سهله وبسيطه. توا خديت الكيردون هكا باش نقبها الكل باش يدخل فيها اك شحور بسهوله وتشربوا الكل. شحور هكا موش بارد، معناها نص نص، سخون شويه خاطر هي بخليتها بردت الخبز الفاكهه. فوالا كيما تشوفوا شربتك الشحور الكل، وبعد جات بنينه بنينه مش نورمال. تو ما بقالنا كان باش نزينوها. باش ناخذ صحن بطبيعه الزينه انتوما وشنو تحبوا. حبيت نعمل هكا الهلال هكا من الفوق هكا بالبيستاش. زينوا كيما ما تحبوا انتوما. باش نحط فيها لوز لهنا وشويه من البوفريه، ونفس الفاكهه اللي استعملتها طيبت بها الخبزه هي بيدها اللي زينت بها من الفوق.
قصيت لكم منها مغسو وريتها لكم حسيلو تعمل 66 كيف. الخفة البنة حاجة روعة. هكا نكون كملت غسيتي معكم ان شاء الله لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، جربوها ما تندموش. ما تنسيوش كالعادة لايك على الفيديو، ابوني على شين يوتيوب، نستنى لي كومنتير متاعكم شهية.